بعد تحقيق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة لبطولة كأس إفريقيا اللي تقامت ببلادنا بقيادة الإطار الوطني نبيل باها، بعد ما داروا باركور خيالي وقدروا يتغلبوا على أقوى المدارس الأفريقية وضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2025 والمقررة من 3 نوفمبر إلى غاية 23 من نفس الشهر. هذه المسابقة اللي عشنا معها أجواء رائعة وبصم فيها المنتخب الوطني على مشاركة جد مشرفة بقيادة الإطار الوطني سعيد شيبة. الآن الإطار الوطني نبيل باها بالتنسيق مع الجامعة الملكية لكرة القدم برمجوا معسكرات تحضيرية من أجل أولا الحفاظ على انسجام المجموعة، ثانيا البحث على عناصر أخرى جديدة اللي ممكن أنها تعطي الإضافة. في هذا الفيديو غنتعرفوا على ملخص الاستعدادات المنتخب الوطني لهذه التظاهرة، أيضا غنكتشفوا اللائحة اللي تمت المناداة عليها لهذا التجمع. هذا الشيء بالإضافة إلى تفاصيل أخرى غادي تعرفوها معنا في هذا المقطع. ما تنساش أنكم تدعموا القناة بالضغط على زر الإعجاب، ما تنساش تابونا معنا في القناة، ويلا نبداو على بركة الله. بعد شهر واحد من انطلاق المنافسات في كأس العالم لأقل من 17 سنة وقعت المنتخب الوطني في مجموعة بي إلى جانب كل من المنتخب البرتغالي والمنتخب الياباني، بالإضافة إلى منتخب مغمور لأول مرة كنسمعوا صراحة، منتخب كاليدونيا الجديدة. مجموعة اللي كنشوفها أنا متوازنة شيئا ما بالرغم من وجود المنتخب البرتغالي اللي يعتبر من المنتخبات القوية. نفس الأمر بالنسبة للمنتخب الياباني اللي تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة خصوصا في الفئات السنية، لكن نبيل باها قادر على التأهل على الأقل من دور المجموعات، لا سيما أنه كيمتلك لاعبين موهوبين وكيلعبوا مع أحسن الأندية العالمية كوسط ميدان أجاكس أمستردام عبد الله وزان اللي كان قريب جدا من توقيع مع ريال مدريد، وإلياس بالمختار مهاجم نادي أيس موناكو الفرنسي، وإبراهيم الرباج لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي. فخلال شهر يونيو من العام الجاري الناخب الوطني نبيل باها قام بمعسكر مغلق بمركب محمد السادس لكرة القدم بمعمورة. هذا التجمع اللي عرف حضور فقط اللاعبين المحليين باش الناخب الوطني يجرب عدد كبير من اللاعبين واختيار أفضلهم من أجل الانضمام إلى المجموعة اللي تخوض مواجهات ودية ضد كل منتخب كندا واليابان. اللائحة اللي عرفت حضور جل اللاعبين اللي فازوا بكأس إفريقيا بالإضافة إلى اللاعبين اللي تمت المناداة عليهم لأول مرة. فكانت قائمة اللاعبين على الشكل الآتي: في حراسة المرمى كاين كل من بوشعيب بولعروش وسفيان الإدريسي من أكاديمية محمد السادس، بالإضافة إلى الوجه الجديد جبريل بيومي حارس نادي أوميون الفرنسي واللي كان ما حضرش في كأس إفريقيا. بالنسبة لقلب الدفاع اللي كاين فيه كل من إدريس أيت الشيخ لاعب نادي كوبنهاغن الدنماركي، وإلياس الحيداوي لاعب أكاديمية محمد السادس، وآدم السودي لاعب تولوز الفرنسي، ومدافع نادي أونجي فيضال عبد الحيان اللي هو الآخر ما كانش في كأس إفريقيا. بالنسبة للأظهرة نبداو بالظهير الأيمن اللي فيه كل من حمزة بوهادي لاعب فتح الرباطي، وآدم العليوي لاعب ليون الفرنسي. وفي الظهير الأيسر كاين كل من إلياس العرباوي لاعب أتلتيكو بيلباو الإسباني، ومنصف الزكري لاعب كيفون ميشلون البلجيكي. ننتقلوا الآن إلى خط الوسط اللي فيه كل من لويس فيليكس ماغوزا لاعب ريال بيتيس، وعمر أنيبا لاعب ريال سوسيداد واللي ما كانش حاضر مع المجموعة في الكان، وأمين أمغار لاعب ماستريخس، ويونس إيدار لاعب باريس سان جيرمان، وياسر موح لاعب أيس موناكو، وأحمد موهوب لاعب نادي كوبنهاغن الدنماركي قادما من الفتح الرباطي، وعبد الله وزان لاعب أجاك، ومهدي زنيفاخ لاعب كليمون فوت الفرنسي اللي هو آخر ما كانش حاضر في كأس إفريقيا. بالنسبة لخط الهجوم اللي كاين فيه كل من زياد باها مهاجم ريال بيتيس، وإلياس بن مختار مهاجم نادي موناكو، ومحمد حزم لاعب إلتشي الإسباني اللي يعتبر من الأسماء الجديدة في اللائحة، ويوسف الشناح مهاجم أوريو الفرنسي، وإسماعيل العود جناح فالنسيا، وعلي الفيلالي مهاجم مالاغا الإسباني، وآدم جود جناح أكاديمية محمد السادس. وبالتالي هذه هي اللائحة اللي تمت المناداة لها إلى التجمع الإعدادي لمواجهة كل من المنتخب الكندي والمنتخب الياباني، وبنسبة كبيرة هادو هما اللاعبين اللي غيشاركوا في المونديال. على أيين اللقاء الأول كان ضد المنتخب الكندي اللي انتهى بنتيجة 2-0 لصالح الأشبال من توقيع المهاجم زياد باها واسماعيل العود، وفي المباراة الثانية خسرنا ضد المنتخب الياباني ب2-0. صراحة نتيجة ماشي مهمة في المباريات الودية، قد ما مهم تجريب عدد كبير من اللاعبين والتكتيكات اللي ممكن أنها تعاوننا في المباريات الرسمية. وخلال الشهر الجاري تمكن المنتخب المغربي من احتلال المركز الثاني في دوري ودي بإسبانيا بحيث شاركوا فيه مختلف المدارس العالمية، وأنهى المنتخب الوطني هذه المشاركة برصيد 6 نقاط جمع بين فوزين ضد المنتخب الأوزبكي والمنتخب الكندي وهزيمة واحدة ضد المنتخب الإنجليزي. فبلا شك هنالك معسكرات أخرى قادمة باش يكون المنتخب الوطني واجد 100%، وإن شاء الله المنتخب يمشي بعيد في التظاهرة. جينا على
نهاية هذا المقطع. ما تنساش انك تكون دعمتي القناة. كان معكم سيمو، تهلاو.